عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معاكم يوميات سمر المنير. قلت مشيت العيال يروحوا المدارس، قلت اعمل ايه بقى؟ قلت اجهز فطار لي انا وحماتي ونفطر كده على رواق. فقلت ايه، اديني معايا اللي هو الجلوان من جنبها امبارح من عند الارض، اللي هي ارض الكرنب وكده. وهعمل معايا ايه؟ طبعا هعمل ملوخية ان هي ناشفة بشوربة وكده. واعمل ايه؟ دي حاجة الفول المدمس، عبارة عن ايه؟ بصل مقطعاه وفلفل اخضر وطماطم. ومعايا برضه ايه؟ بطاطس، اللي هي بطاطس صوابع، هحمرها معاكم. طبعا اهوت هنزل بالبصل والفلفل الاخضر للفول زي ما انتم شايفين كده. وهحط له برضو معلقه سمنه بلدي، تبقى خلت طعم الفول طعمه جميل قوي. وادي بحمر بطاطس، وادي الشوربه اللي هعمل فيها الملوخيه. الشوربه هتغلي واقوم حاطه فيها الملوخيه اه، زي ما انتم شايفين كده. الشوربه غلت وحطيت فيها الملوخيه اللي هي الملوخيه الناشفه. وادي طبعا الملوخيه اهيت، خليت ولا تبقى خفيفه قوي ولا تقيله قوي. والملوخيه ديت يا حبايبي انا جايباها من الارض، جبتها من الارض، جبتها ولميتها من الارض وقطفتها وغسلتها الاول من التراب وكده، عشان الملوخيه بالذات بتبقى لما تراب، فلازم ان انت تغسليها. فلميتها وقطفتها وغسلتها، وبعد كده نشفتها في الشمس. وبعد ما نشفتها في الشمس ادي ديت كده زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت بقت ناشفه. اه. وادي كده بقى البصل والفلفل الاحمر اهوت هنزل عليه بالطماطم اللي هي الفول المدمس. اه. هحط بقى الايه؟ الملح والكمون والكزبره بقى عليه. هتغلي بقى شويه الطماطم تغلي شويه واقوم نازله عليه بالفول. وقد البطاطس المحمره. دي البطاطس اللي انا كنت جايباها مع المشتريات، اللي كنت جايباها من السوق. الملوخيه كده خلاص خلصتها، هحط بس هطش عليها اللي هي التوم. طبعا على الملوخيه. وادي كده بقى يا حبايب قلبي، ده الفطار بتاعنا بتاع النهارده. وادي معاكم ايه؟ معاكم اللي هو العيش الفلاحي اللي انا كنت خابزاه معاكم قبل كده. اه زي ما انتم شايفين. تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا.